عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا 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 بيكم كمان مرة في افنان في البيت. طبعا يا حلويات انتوا وحشتني جدا جدا جدا. انا بالي كتير قوي غايبة عنكم، يعني يعتبر كده يومين او حاجة، ولكن والله عارفين يا جماعة، حاسة ان الهمة عندي مش ايه، مش قد كده. بس يلا بقى، يعني خلوا كده عندي همة، وحطي لي لايك والاشتراك في القناة. وطبعا كل اخت وصاحبة وصديقة وام انت وجودك على راسي في القناة. انتوا فعلا كده بتنوروني وبتشرفوني كده وبتفرحوا قلبي. والله زي ما بقول لكم، بحس ان أنا الحمد لله في ناس بتحبني كده، والحمد لله مقبولة في وسطيكم. تمام يا احلى البنات، يلا بقى يومنا النهارده هنشوف ماشي ازاي. يا حلوياتي، اقول لكم النهارده يومي ماشي ازاي. انا احب كده ارحب باهل الجزائر والمغرب والعراق والسعوديه. اهلا بيكم كمان مره في افنان في البيت. ماشي لكم، شكرا. طيب تمام، يومي النهارده ماشي ازاي يا بنات؟ يومي النهارده ماشي. اول حاجه كده صحيت من النوم زي ما انتم شايفين، قلت يا بنتي يا افنان، انت نفسك رايحه للمحشي؟ طب انت لسه عامله محشي قبل كده معاهم، مش مشكله، مش مشكله. المحشي حبيتوه مني وكده، وكل التعليقات الحمد لله جت كده عليه. بتعمل المحشي بكل بساطه، بتعمل المحشي بكل رواقه، هكذا. زي ما انتوا شايفين كده، قمت ضربت شفشق خلاط كده من الطماطم، وقبليها بليله علشان انجز كده والخص واحاول ان انا ابسط حياتي وابسط اموري. رحت قورت البتنجان والكوسه وحطيتهم في التلاجة من غير ما يتغسلوا. بعد كده اول ما صحيت، اهو زي ما انتوا شايفين كده، جبت بوله بشويه ميه كده وشويه ملح خفاف خالص، وغسلتهم ونقعتهم. تمام. كم مره كده افضي الميه واملى تاني، علشان ايه؟ لو في اي حاجه زي ما انتوا عارفين كده تروح على طول. تمام يا احلى بنات، الحته دي صراحه بتوفر عليا كتير قوي. يعني حته ايه بقى؟ حته ان انا هو كمال كان بيوقع حاجه، فانا سكت شويه، فمعلش بقى. فانتبهت له. حته اللي انا اول الكوسه والبتنجان قبلها بيوم، الصراحه بتوفر كتير قوي. وفي ستات وبنات بيجيبوا على طول ايه، الحاجات دي جاهزه. طب انت طبعا انت وحريتك وانت وطاقتك وانت وصحتك، اهم حاجه تشتري صحتك، تشوفي ايه اللي يريحك واعملي على طول، ما تجيش على صحتك خالص. عارفين يا بنات ان لحد اسبوع كده او اسبوعين، تمام، شايفين الرابطه دي ب5 جنيه، وفيها كام عود كده بالظبط. من حد من اسبوع كده او اسبوعين، تمام يا بنات. اللي حصل معايا ان انا كنت بشيل الشقه كلها في وقت واحد. انتوا متخيلين؟ يعني مثلا ممكن اخد لي ساعتين او 3 ساعات في الشقه، بس بعديها بركن طول اليوم، عظمي وجعني ومش قادره، ما عنديش طاقه لمالك وما عنديش طاقه لابو مالك، بصوا، وما عنديش طاقه لاي حد خالص. عارفين انتوا لما بحس ان فعلا الشقه كلها بتتعمل مره واحده، اي نعم راحه نفسيه، وبتوفر عليا كتير قوي، وبتوفر فعلا، بحس كده ماشيه في الشقه فرحانه بيها. تمام. بس للاسف يعني بتعب بعديها جامد، ممكن اقعد مثلا يوم بعديها مش قادر حتى احرك ايدي كده، بتعب جدا حرفيا. فقررت المره دي معاكم ان شاء الله، اللي انا مثلا اخد حاجه حاجه. تمام، ما فيش حاجه، يعني مفيش حد ماسك لي مثلا خرزانه او عصايه، او ما فيش مثلا اخت او ام مثلا في البيت، انا ست البيت الحمد لله، او ما فيش حد مثلا هيقول لي انت ما نضفتيش ما عملتيش، لا اعملي ده واعملي ده والكلام ده كله. فالمهم هنا يا بنات، بعد ما الخلطه كده اتسبكت قوي لدرجه بقت بتطلع كده فقاقيع على الحيطه. بطمن ان كده الصلصه اتسبكت، حطيت الرز والخضره. بعد كده ببدا احط التوابل بتاعتي، اللي هي ملح وكمون وكزبره والسبع بهارات، وهي بنات وتوابل المحشي. طبعا الكزبره دي اهم حاجه في المحشي. فرحت قررت ان انا عملت ايه، بس انا الصراحه مخدتش معاكم اوضه النوم واوضه ميلك. يعني انا مسحتهم امبارح، الفيديو ده ان شاء الله ينزل لكم النهارده يوم الاثنين، فانا مسحتهم امبارح كده مع نفسي. ولكن بقى عارفين طول اليوم كده حاسه ان برضو ان الشقه مش نظيفه، يعني مش نفس اللي انا كنت ايه، مش نفس احساس اللي انا باجي امسح الشقه كلها مره واحده. بدات اضغط على نفسي، قلت لها يا افنان لازم تعودي نفسك انك تاخدي حاجه حاجه. دلوقتي فضيت كده الحله في الصينيه علشان ايه، احشي في نفس الحله، عشان ما استهلكش كذا حله يا بنات. تمام. في نفس الوقت يبرد، يعني عشان اعرف احشي كويس. هنا كده انا سبت لكم صوت الطبقبقه. تمام يا احلى بنات. فبعدين الحمد لله رب العالمين جزأت الشقة على يومين، وفي اخر الفيديو هتشوفوا ان انا عملت ايه، الصالة والصالون والمطبخ فقط لا غير. طبعا المطبخ اساسا ما يحسبش عندي، عشان المطبخ عندي مساحته صغيرة، فهو اساسا بحسبه من ضمن الصالة. طبعا انا كنت هنا مفصصة كمية توم كده حلوة محترمة، قلت يا بنتي يا افنان قومي اضربيهم كده في الكبة واحفظيهم في قلب الايه، في قلب المنديل. طبعا علشان زي ما انتوا عارفين ان عندي حساسية في ايدي، فقلت طبعا يعني اخد العلقة مرة واحدة، اخد العلقه مره واحده، بعد كده ارتاح الايه كام شهر قدام كده.
بس. ودي علبة التوم، علبة السمنة، وكل حاجة كانت عندي نظيفة، بس لسه البوتاجاز طبعا عشان البوتاجاز لسه عليه الاكل وكده. فالرخام عندي نظيفة، والحوض والارضية وكل حاجة الحمد لله رب العالمين. بس بدأت بقى انا هنا اكتشفت ان مالك واقف على الكرسي، بس انتوا مش هتشوفوه، جنب الكمبيوتر. فرحت اتخضيت قوي، قلت ايه اللي طلعك هنا كده؟ دخلت على طول الصالون، لقيتها فيها خض تانية. طبعا شايفين الحركة دي على طول في سرعة البرق كده طبقتهم. دخلت هنا قلت بنتي يا فندم انت جوعتي قوي، يلا بقى اغرفي كده اي حاجه وظبطي نفسك. في بنوته حلوه قوي من السعوديه، اهلا بيكي ونورتيني والله. بتقولي مثلا اعملي لك قهوه، عارفين انتوا البنات او الستات اللي بتعمل قهوه يعني وتصبح كده عليكم بالقهوه، الحاجات الحلوه دي. انا والله ما بحس ان انا مش صاحبه مزاج زيهم. يعني بحس ان انا ايه، عمليه قوي. حتى انا ماليش في القهوه، ماليش في الشاي، ماليش في الحاجات السخنه دي خالص. تمام يا بنات. طبعا وانا ماشيه كده في الشقه قبل ما امسح الشقه بيوم، لقيت الدواسات عندي اللي هي المشيات الصغيره اللي بتتحط قدام البيبان الاوض، لقيتها عندي ايه، غامقه كده وبهتينه كده ومفيهاش روح. قلت لا 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 لا، انا مش بحب اشوف المناظر دي عندي في الشقه. رحت اخدتهم كده ونقعتهم طول الليل في ميه وكلور واوكسي. اوكسي يعني اللي هو الرابسو عندنا يا بنات، يعني اللي هو مش عارفه، صابون الغسيل. تمام. صابون الغسيل هو اللي بيتحط في الغساله، البودر. اوكي. مسكت كل واحده كده دعكتهم كويس قوي، ولحد ما ايه الحمد لله ما تنضفوا. وبرده بعد ما تنضفوا رحت شطفتهم كويس قوي، رحت برده نقعتهم في اوكسي وكلور. يا بنات انا بعد ما خلصت الفيديو كله في التسجيل الصوتي اتضح ان انا مش مشغله المايك. انتوا متخيلين الفيديو بس بيجري كده ومش مشغله المايك، بس مش مشكله. طيب. فكده يا بنات انا غسلت السجاجيد تمام، الدواشات كلها، وشطفتها كويس قوي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وبعدين خمرتها تاني ونقعتها تاني بميه وكلور ومعطر. تمام. اما انا غسلتها بس باوكسي كده على طول وبشويه كلور، طبعا زي ما قلت لكم مخمراها من امبارح. حلو يا بنات. تمام يا احلى البنات. زي ما انتوا شايفين كده همسك واحده واحده ورحت رحت شطفتها. انا فعلا كنت ماشيه في الشقه، انا صح مش عارفه انا قلت الكلام ده ولا لا، خليكم احسن انا قلته في المقطع اللي ما كانش متسجل. فانا يا بنات كنت ماشيه كده في الشقه قبل ما امسح وكده، فببص على الدواسات لقيتها مش نظيفه خالص. تمام. فرحت قلت لنفسي لا يا افنان ما ينفعش كده، عينك ما بتحبش تشوفي المواضيع دي كلها. حقيقه لما بشوف اي حاجه مش نظيفه في الشقه انا بيجيلي كآبه. فرحت لميتهم كده ورحت نقعتهم في ميه وكلور واوكسي. تمام. الاوكسي يا بنات ده اللي هو البودر اللي احنا بنحطه في الغساله. في بقى بنات تانية بتوفر، والصراحه يعني ممكن عادي، كل واحد على حسب بقى ايه طاقته ومقدرته وحسب هو بيحب ايه، وبتستخدم اللي هو ايه صابون المواعين. تمام. في غسيل السجاد وهكذا، اللي هو مثلا الكيلو ب6 جنيه، الحاجات دي كلها. بس انا الصراحه بحب استخدم الحاجات البودر، اللي هو اوكسي بودر، اريال بودر، اي حاجه بودر يعني. تمام. هنا كده كنت بجهز المسيح وكده، فانا رحت حطيت برضو كلور وحطيت شويه اوكسي كده حلوين، وقلت افنان كده ابتدي على طول كده بالصاله. شلت كده الحافظه قلت اشمسها كده. حقيقي يا بنات الشمس بتعقم وبتنظف وبتخلي السجاده كده بتيجي تفرشيها او مثلا حافظه او اي حاجه، بتحسي بطاقه جديده كده، بتحسي ان انت اصلا لسه فرشاها من اول وجديد. تمام. احنا البنات طبعا كل سنه احنا طيبين بسبب مولد النبوي الشريف. هنا كده كانت العلبه الحمد لله كانت لسه يا دوب فاتحاها امبارح. رحت كده على طول زعفت ونفضت وهكذا زي ما انتوا شايفين، في المرايات وفوق وفوق النيش كده خدته على طول برضو. حقيقة بنات شغل البيت ده ما بيخلص فيه، كل فيديو لازم اقول كده. دي كلمة ماما، ربنا يمسيها بالالف خير كده يا رب، يشفيها يا رب، اللهم امين. شغل البيت عمره ما بيخلص ابدا، دايما كانت دايما تقول لي كده، شغل البيت يا اثنين عمره ما بيخلص ابدا. تمام. طبعا انا يا بنات هنا بنضف من على الوش، اما التنظيف العميقه انا بزيح السفره كلها وهكذا، يعني انتوا ان شاء الله هتشوفوا معايا الاسبوع اللي جاي. اما هنا كده بنضف على طول من على الوش، علشان ايه؟ طبعا ما بحبش ان امشي في الشقه بتاعتي ولا تراب بقى وتبهدله وتكركبه والكلام ده كله. اهم حاجه راحتك النفسيه، حتى لو جوزك مش موجود على فكره كل اللي بعمله ده، كل الفيديوهات دي لسه لحد دلوقتي ابو مالك مسافر مش موجود معايا. تمام. احنا مش بننظف عشان خاطر حد، احنا بننظف عشان خاطر نفسنا، مش بنتزين عشان خاطر جوازنا، احنا بنتزين عشان خاطر نفسنا احنا ونفسيتنا، نفسنا ونفسيتنا. انتوا متخيلين؟ طبعا يا بنات بقى عايزه اكلمكم على حاجه مهمه قوي، صلاه الفجر.
صلاة الفجر حقيقي يا بنات بتخلي بركة في اليوم وراحة نفسية في اليوم، وانت كده بتحسي ان انت عندك طاقة روحانية وربانية كده غريبة، انت مش عارفة ان هي منين، بس هي حقيقي من صلاة الفجر. تمام، انت صحيتي من النوم، ظبطتي منبهك تمام وصحيتي من النوم، صليتي الفجر، ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك رزق، بركة في الأولاد، بركة في الوقت، بركة في الرزق، هكذا. طيب تمام، افرض مثلا يعني انت صحيتي من النوم ولقيتي نفسك ان انت صلاه الفجر راحت عليكي، مش مشكله قومي صليها، بس حاولي بقدر الامكان يا حلويات ان انتوا تظبطوا منبهكم على صلاه الفجر. زي انت كده بتظبطي منبهك عشان خاطر موعد الطياره، لو انت مثلا بتظبطي منبهك عشان المدرسه، علشان الكليه، علشان مش عارفه عشان عندك مذاكره، عندك تنظيف بيت، عندك مذاكره الاولاد، عندك مش عارفه هتظبطي ايه قبل ما جوزك ما يقوم، هتكوي له ايه، هكذا. فانت اهم حاجه عندك الصلاه بربنا في اول اليوم. حقيقي صلاه الفجر يعني بتدي طاقة رهيبة طاقة نفسية وطاقة روحانية وهكذا، فمحدش يبخل عنها خالص. تمام، وهي الصراحة الصلاة عامة بتخلي الواحد كده تحس ان هو شفاف، تحس ان هو كده ملاك ماشي على الارض. يعني الواحد لما بيجي يلتزم في الصلاة وخاصة يصلي كل صلاة على موعدها، تحس ان هو جواه كده ان هو حاسس بنظافة. تمام، بس يا احلى البنات، فانا خدت كده معايا المطبخ على طول، ان اساسا مساحته صغيره فهو لا يذكر، فمش هو اللي مثلا قلت انا تعبت في المطبخ وهكذا، ولكن ان شاء الله في تنظيفات عميقه الاسبوع اللي جاي، ان انا هعمل ايه، هعمل اللهم صل على محمد، انا نسيت طبعا، ورا التلاجة، ورا البوتاجاز، ورا الغساله، بيتزقوا بقى وحاجات زي كده، وزي ما انتم ان شاء الله هتشوفوا معايا. طبعا انا كل الحاجات دي كنت بعملها قبل ما الاستاذ ملك ما يصحى. تمام، انا بحب جدا ان انا دايما اقوم قبليه بساعه، علشان الحاجه اللي هعملها في ساعه هو بيخليني اعملها في 4 ساعات. تمام، فهو طبعا برضه يقوم كده يلاقي الشقه نظيفه، يلاقي الدنيا روقان، حتى يلاقيني ارتحت شويه من موضوع الشقه، وبدات ان انا استمد طاقه جديده علشان احاول ان العب معاه، مثلا اغير له وهكذا، اشوف طلباته وهكذا. يعني احلى البنات هنا كده برضو دخلت شمست كل الحفظات وكل السجاد اللي عندي. اقتحم عليا الاوضه وانا بسجل، بس مش مشكله، يبقى سلموا عليه بنات بقى تحت في الكومنتات. تمام، طبعا انا زي ما بقول لكم على فكره انا بكنس وبنضف كل يوم، انتوا متخيلين، ولكن برضو لازم واهم حاجه ان احنا نشيل تحت الحفظه او تحت السجاده بتاعتك وتنضفي وتعملي علشان البركه تزداد في البيت والخير يزداد. ما تخليش كده اي حد كده يتكلم عليكي ربع كلمه، حتى لو مين، حتى لو مثلا اختك، اخوكي، ما كل اي حد يدخل بيتك لازم يحلف بنظافتك. تمام، مش معنى كده ان احنا نيجي على صحتنا، خدي حاجه حاجه. تمام، بس يا احلى البنات كده خدت البلكونه معايا بالمره، مع ان البلكونه كانت نظيفه برضو لسه مسحها امبارح مع اوضه النوم ومع اوضه ميلك، بس انا خدتها كده على طول على الوش وشمست كل الحفظات اللي عندي والسجاد، وبعدين بقى رحت مسحت الاوضه كده على طول. ما تنسوش بقى يا بنات الاستغفار والحوكله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قولوا ورايا يا بنات، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بالمناسبه يا بنات انا سمعت قبل كده، بس الله اعلم الكلام ده صح ولا غلط، يعني مثلا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم غلط، هو فعلا اكيد غلط واكيد بدعه، بس طالما قبليها مثلا بنجيب حلاوه المولد مثلا قبليها، تمام، او بعديها مش في نفس اليوم، يبقى خلاص تمام طالما حاجه قبليها. اما في اليوم ده نفسه مثلا نقعد نحتفل وبنقعد بقى مثلا يعني نجيب بقى حلاوه المول ونجتمع بسبب كده، لا ممكن يكون حرام فعلا، ولكن قبليها مثلا تحس انها عامله زي ايه، عامله زي مثلا اكننا رحنا جبنا علبه جاتوه كلناها في اي يوم عادي كده، جبنا مثلا بسبوسه، مثلا طبق بسبوسه رحنا كلناه، فحلاوه المولد احنا بنعتبرها كده يعني. تمام، فبس يا احلى البنات زي ما انتوا هتشوفوا كده هنشر في اخر الفيديو السجاد ماشيه في الشمس كده، ان شاء الله تتشمس وافرشها بكره ان شاء الله على خير، وبعدين كده اخلص معايا اوضه الصالون واخد برضو كده معايا على طول الصاله كده، بسبب ان انا دعبست كده شويه برجلي، وخلاص كده يا احلى البنات ان شاء الله هشوفكم في الفيديو الجديد، ومع السلامه يا احلى البنات في حفظ الله.